كريم، أؤمر يا خالي. هتخش جامعة ايه؟ سمعت انك نجحت في الثانوية. ندى رمضان عبد الونيس، رؤى أحمد محمد مدبولي، إياد يحيى حسن الشربيني، محمد هاني سعيد، محمد أحمد الحسيني. أمي عاوزاني أدخل كلية الهندسة يا خالي. محمد شريف محمد. مجموع زين يا أخوي. بس يا خالي أنا ما عاوزش أدخل كلية الهندسة. ملك علي السيد بيومي، ندى أحمد حسني مرسي، حبيبة محمود إبراهيم، سماء سمير أحمد محمد النوبي. خش اللي تخش يا كريم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على اهتمامه البالغ وحرصه الشديد على الارتقاء بالعملية التعليمية في مصر لبناء الشخصية المصرية. اسمع. ينفع التعليم في ايه مع وطن ضايع؟ الثانوية العامة. نتيجة الثانوية العامة. نتيجة الثانوية العامة. نتيجة الثانوية العامة. بيقول لك ايه بقى نتيجة الثانوية العامة؟ لا صوت يعلو فوق صوت ثانوية العامة. يا جماعة كده بأمرك يا رب بمشيئة الله مفيش حد هيسقط في مصر. جبت 90%، جبت 70%، جبت 40%. الشاطر اللي في الآخر يعرف يجيب الفلوس. حاضر يا فندم. حاضر يا فندم. أهم حاجة في الدنيا. الكلام اللي بيقولوه ده كلام فارغ وكلام يعني كلام بلا قيمة يعني. الشاطر اللي في الآخر يعرف يجيب فلوس. لكن المال يستر كل عيب في الفتى، والمال يرفع كل وغد ساقط. الفلوس. فعليك بالأموال فاقصد جمعها، واضرب بكتب العلم وجه الحائط. والله ما شكى العيان حاله يبين. الوزارة وضعت خطة لتطوير التعليم في منتهى الخطورة والموضوع بقى عاجل جدا. السيد الدكتور محمد أحمد عبد اللطيف رمضان سعد وزيرا للتربية والتعليم الفني. شراوي بعت لنا الفندم ولا ايه؟ أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري. الله أكبر. ماذا عن الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم؟ رئاسة الوزراء نشرت السيرة الذاتية للوزير الجديد، وأنه حاصل على الدكتوراه من جامعة كارديف سيتي الأمريكية. حاصل على الدكتوراه من جامعة بيج آس. الشهادات من الأول هل هي شهادات سليمة ولا شهادات غير سليمة؟ هي شهادته شهادة حقيقية ولا فيها مشاكل؟ وجامعة بيج آس جامعة كبيرة ولا مزورة ولا ايه حقيقة شهادة وزير التربية والتعليم؟ التأكيد اللي أنا بأكده لحضرتك لا، هي شهادات سليمة وموثقة ومعتمدة من جهات. أنا معي ثانوية عامة. ومين معاك؟ محدش هيعرف. إنما هل هي معتمدة أو معترف بها جوه المجلس الأعلى للجامعات المصري ده قول آخر. جراية يا سيد، أنا لا أهتم بمثل هذا الروتين ولا هذه الشكليات. رئيس الوزراء بيقول إنه هذه الشهادات مش معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، أو هذا شأن آخر وهذا سؤال. لماذا لم تعتمد الشهادات العليا لسيد الوزير من الأعلى للجامعات؟ أنا بصراحة مش واخد بالي قالت إيه، بس هي كده يعني يعتبر ليها حق. الأهم بالنسبة لنا القانون المصري بيقول إنه بيبقى راجل خريج وعنده خبرة عملية. وبعدين هو مش معاه الثانوية العامة يا أخي؟ طبعا يا فندم، ده طالع الأول على المنطقة. الأول مكرر يا سيدي. هل مثلا لأنه هذه الجامعات هي جامعات غير معتبرة، ليست من الجامعات التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات؟ عملت ريجستريشن في جامعة أونلاين وعملت فيها الدراسات عشان أتعلم إيه تجربة التعليم أونلاين، إزاي أفهم إزاي مش أفهم، عشان أعرف أنقل التجربة دي لأولادي. أنا هعمل بيها إيه من 12 يعني حاجة أنا كنت هاخدها عشان عايز أدرس في الجامعة مثلا؟ صدقني عصر الشهادات والوظائف انتهى، ما بقاش ياكل عيش. يا سلام، قاعدين كلكم تدخلوا ولادكم آداب وتجارة ومع كل التقدير والكلام ده قلته قبل كده والاحترام وحقوق وكده. طب هيطلع يشتغل ايه؟ امال ايه بقى اللي بياكل عيش يا فيلسوف؟ تفتيح المخ. احنا في عصر تفتيح المخ. يقول لك المشكلة في شهادات الوزير هي أن الدكتوراه من جامعة اسمها كارديف سيتي، هي جامعة غير معروفة، ليس لها وجود حقيقي، ولا يوجد لها هيئة تدريس ولا حرم جامعي. وعنده شهادة يعني معتمدة أو شهادة جامعية أو مؤهل عالي، فالموضوع ده بيبقى متحقق. وتضع على موقعها الإلكتروني تسعيرات للحصول على الشهادات. هذه الدكتوراه هنا دكتوراه 10,000 دولار تحصل على الدكتوراه. صباح الخير يا نصابين يا محتلين،
يلي طريقكم عاتمة مش عارفين هيوديكم على فين. عشان تشتغل في حتة لازم شهادتك تعادل من الأعلى للجامعات، يعترف بها الأعلى للجامعات، فلماذا لم يعترف بها ولم يوثقها الأعلى للجامعات؟ اتفضل. بس يا بت اسكت يا بت، ما سمعتش صوتك خالص. القضية إن الدكتوراه والماجستير كما قدمهما السيد الوزير في مسوغات تعيينه عليهم علامات استفهام. وارد جدا يحصل أي شيء في أي حاجة، وارد. إيه المشكلة؟ كده مفيش مشكلة، لا غضاضة إطلاقا. آخرتكم سودة، قولوا آمين. علامات استفهام على جامعة الدكتوراه والماجستير معا. إذا أتينا إلى الماجستير التي حصل عليها الوزير، فيقول الوزير أنه حصل عليها من جامعة لورنس الأمريكية العريقة، لكن المشكلة البسيطة في هذه الجامعة أنها لا تمنح درجات الماجستير في أي مجال. بلد بقت كلها حرامية، كلها حرامية. وليه رئيس وزراء ضم أو كلف الدكتور محمد عبد اللطيف تولي حقيبة التربية والتعليم؟ اشمعنى؟ ليه؟ بالتأكيد كان لكم تكليفات محددة كلفتم بها، ما هي يا سيادة الوزير؟ خطة التطوير الجديدة المدارس بقت 24 ساعة 24/7 شيفتات. التكليفات يا فندم أول حاجة إن احنا بناء الإنسان المصري أهم حاجة، وإحنا بنشتغل في المستقبل عشان نجهز نفسينا في ال 20-30 سنة دول ولا 40 سنة دول، عشان ما يبقاش في مشكلة. نفس مستوى الذكاء مجمع لما وفى. الحقيقة جميع الناس بتشتغل في حاجات حالية، احنا كل شغلنا على المستقبل. كمان 10 سنين الدولة هيبقى شكلها ايه؟ ولا زكريا انت الحكومة قالت عليك عبقري، تبقى عبقري، احنا مش هنراجع ورا الحكومة. 3 في 3 بكام؟ ب9 يا اختي اسم الله. اللهم صل على النبي، الوضع عبقري. اهم شيء في مصر تقريبا، واخطر شيء في مصر، واصعب شيء في مصر، اخلص هتتعارك امتى؟ وانا اسف ان انا اقول واسوأ شيء في مصر، وهو التعليم. برافو يا عفت، اقعد في مكانك يا عفت. انت لسه قادم طازه كده من مجلس الحوار الوطني. احنا لما اتكلمنا على ان احنا محتاجين نعمل حوار وطني، الحوار الوطني كان شامل، ما كانش في اتجاه محدد. دم بالله. طب خد بقى المعلومة دي. معاك حاجة تاخد فيها؟ اتفضل معايا. بص يا باشا. المجلس الوطني ما اتكلمش عن فكره ان احنا ما عندناش مدرسين اساسا. المدرس اللي بتتكلموا عليه شعب أخيل في التعليم المصري، نقطة الضعف القاتلة التي تسقط وحشة. انا مش عايز اديله مرتب كويس، وانا برضو كإنسان مش قادر اعيش. يعني انا بتكلم كمدرس. يعني المعلمين المصريين يا أستاذ إبراهيم أفقر معلمي الأرض. طب حد يقول لي، طب ما انت عارف اهو. سؤال حلو ده، سؤال هتعالى. انا عارف بس انا مش قادر. مفيش معلم على سطح الأرض بياخد في الشهر ما يعادل $50. $50. وشوف انت بقى الدولار بكام دلوقتي؟ لا يوجد مدرس على وجه الارض يحصل على $50 في الشهر. هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ معلمين بيخدم تلت ما يحصل عليه أفقر معلمي الأرض في المكافأة السنوية. لا انا مش قادر دكتور، مش قادر مش قادر فعلا. طبعا انت مرتباتك في مصر مرتبات دنيا. مرتبات ايه يا فندم؟ ما دام انت عارف انت بتعايرهم فاهم قصدي؟ احنا عندنا 400,000 معلم عجز. 400,000. هو انا السبب ولا ايه؟ مين مسؤول عنده ضمير في البلد دي يقبل ان فيه 400,000 فصل مش لاقي معلم يدخل؟ دكتور مصطفى بيقول 21,000 فصل، 60,000 فصل مش 21,000. احنا بنعمل 21 لان احنا ما عندناش نقدر نعمل اكتر من 21. انا بكلمكم بمنتهى الصراحه. طب ما احنا عارفين تقيلة عليك الشيلة ما تشيلش، لكن سبحانه يا ولد. لا، مين ممكن يتحمل 400,000 عجز في الشرطة أو في الجيش؟ لا طبعا. الله. معنى التعليم اللي أنا 400,000. مثال بسيط للناس البساط، دولة فيها 100 مليون، عايز تعمل لها شبكة طرق عاملة ازاي؟ عايز تعمل لها طاقة كهربية عاملة ازاي؟ عايز تعمل لها غاز ازاي؟ عايز تعمل لها مدارس ازاي؟ عايز تعمل لها جامعات ازاي؟ عايز تعمل لها مستشفيات ازاي؟ عايز تعمل لها فرص عمل ازاي؟ ايوه احنا عايزين بدل 4 تريليون 40 تريليون، ونخلي مصر دي عروسة. ايوه يبقى احنا ما نشتغلش نرتاح يا محمد؟ ما نرتاحش ولا ننام، نفضل نشتغل ونشتغل ونشتغل. ارحم امي العيانه عشان نطلع لقدام، ويبقى اللي احنا حققناه في ال6 سنين والله انا بحلف ولا يليق ان احلف والله على الله سبحانه وتعالى قسما بالله. انت حاسس بايه صح؟ يا انا مش هخاطر. اللي ما تحقق في ال6 سنين او ال7 سنين اللي فاتوا دول يساوي عمل 20 سنه. 20 سنه.
20 ولا 21 ولا 22؟ عجبتك؟ دي حلوه جدا، ربنا يخليك. انا بحلف بالله. طب لسه تاني؟ لسه كمان 50 سنه شغل. الاول اغني الناس. طب والله العظيم وانا صادق ان شاء الله. فامتى المواطن ممكن يشعر ببعض التحسن في حياته سنتين. سنتين طبعا. ده معدل سريع. ان شاء الله. طب والله العظيم وانا صادق ان شاء الله. من فضلكم وقفوا جنب بلدكم مصر 6 شهور بس. 6 شهور بس. طب والله العظيم وانا صادق ان شاء الله. بلا مبالغه، حجم العمل اللي تم بانجازه خلال السنتين دول والله العظيم ما يتعمل في 20 سنه. والله كذاب، والله انت كذاب. بس اصبروا عليا بس شويه. اصبروا عليا كمان شويه. سنه او سنتين على الاقصى، يعني على اقصى تقدير. الكلام ده عشان يتنفذ ياخد وقت قد ايه؟ الكلام ده سنتين. طب والله العظيم وانا صادق ان شاء الله. انتوا هتشوفوا اداء الدوله المصريه عامل ازاي. ايوه قول له بقى. مش عايز اقولها صعبه. انا والله العظيم ما لقيت اجابه. انا بحلف. أنا مصدقك. حضرتك وعدتنا إن الظروف الاقتصادية والمعيشية هتتحسن وإننا هنديك فرصة 2 سنين وبعدين الأمور هتتحسن وإحنا ما شفناش أي تحسن. يعني إحنا بنطرح تحسن. يعني إحنا بنطرح. أنا والله العظيم ما لقيت إجابة. أنا بحلف. مش عايز اقولها صعبه. انا محتاج 20 تريليون. ده انت عيل قليل الادب، والادب مش هينفع معاك. 5 بالحب. ينفع التعليم في ايه مع وطن ضايع؟